السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جود بالموجود. عواشركم مبروكه، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه. نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم ان شاء الله غادي نتشاركوا الوصفه ديال البهله بالحق بطريقه زوينه جديده. البهله انا شخصيا ما كنتش كناكلها وما كنبغيهاش، حيت كتهزي ديك الحلوه مازال ما وصلتيها لفمك كتفرتت عليك. هذه رائعه، ما كتفرتت ما حتى شي حاجه رطبه وهشيشه، ولكن كتجي شويه جا مع راسها. وغادي نعطيكم السر ديالها في كل شيء، في الطياب، في كل شيء. وغادي نبداو مباشره على بركه الله. عندنا زبده 250 غرام، قبيصه الملح. بالنسبه للزبده انا هنا درت حيوانيه، بغيتو ديروا مارغرين ديروها، بغيتو ديروا شي زبده يعني اللي بغيتو. انا هذه كتجيني بنينه، ولكن نتوما ديروا الزبده يعني تا نباتيه راه مزيانه. غادي نديروا فوقها 2 كيسان ديال سكر سنيده بعبار كاس العنبه، وغادي نخدموها مزيان. الزبده بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش في الثلاجه باش ما تمحنكمش، جبدوها ليله من قبل. غادي ندلكوها مزيان. عفوا. هي البهله سبحان الله العظيم كتبان سهله، ولكن قاصحه في الطياب، وقاصحه يعني في التخليطه ديالها. يعني ممكن نخلطوها كاملين، ولكن باش تصدق وتجي بنينه هذا هو المشكل. الزبده خصها تكون مزيانه، يعني تكون لذيذه، ما يكونش فيها الماء بزاف ياك. وخصها تخدم بحال هكا، يعني ماشي ندوبوها ونخلطوها مع السكر، لا، خدموها بحال هكا باش تعطيكم هذاك الخليط يجي بحال الكريم. وخدموها بشويه وبالخاطر. منين كنحصلوا على داك الخليط كنزيدوا 2 كيسان ديال الزيت، بنفس الكاس اللي عبرنا به السكر، اللي عبرنا به السنيده، هو اللي غنعبروا به الزيت. 2 كيسان ديال الزيت بحال هكا كما كتشوفوا. ونعاودوا نخلطوا، كنمشيو مع الحاجه دقه دقه. هذا هو السر ديال هاد البهله، هو هاد البيضه. الا بغيتي البهله تجيك مفتفته ومفرتته تخدميها بلا بيض، ولكن الا ضفتي هاد البيضه راه كتجمعها، كتجي جا مع راسها. وغادي نوريكم في الاخر كيفاش كتجي في العضه. كتعطيها هكا، يعني ما كتعطيش وتفرت نصها يتفرتت لك على حوايجك. انا بعدا كنت كنخاف منها، الا كنت في شي مناسبه ولا شي حاجه ما كتجيش فين تعضيها حتى نصها كله كيمشي لك على قفطانك ولا على جلابتك. وسبحان الله كتكون حاضره دائما. بعد ما خلطنا الزيت والبيضه مع داك الزبده، غادي نضيفوا قبيصه ديال الخميره وجوج ديال الساشيات ديال الفاني. الخميره ديال الخبز ديروا غير قبيصه، ها نتوما شفتوا انا درت غير قبيصه بين صبيعاتي. عندكم تكثروا الخميره ولا تجتهدوا وديري نص معلقه ولا شي حاجه، غتجيك بحال الخبز. يعني الخميره ديال الخبز، يعني البهله الاصليه القديمه راه كيديروا فيها الخميره، ولكن الخميره راه غير قبيصه د الخميره صافي. وجوج فاني كنأكدها ونعاودها على الخميره. وهنا عندي كاس ديال الزنجلان وكاس ديال الكاوكاو، اللي ها نتوما 2 كيسان، يعني كاس زنجلان وكاس كاوكاو. غير صهدتهم ماشي حمرتهم، وطحنتهم حتى كيوليو بحال السميده. ما طحنهمش تيوليو بودر، لا، يوليو بحال ديك السميده الغليظه. وغادي نضيف 2 خمارات بحال هكا كما كتشوفوا، 2 خمارات ديال الحلويات، غير 2 راهم كافيين هانتوما صافي. وكنجمع. بالنسبه لهنا انا درتها اقتصاديه، تقدروا ديروا غير كاس ديال الكاوكاو ولا غير كاس ديال الزنجلان، راه على حسب اللي متوفر عندكم. الله يحسن العوان، راه كلشي غلا. ويعني تقدروا ديروها باقل مقادير، ممكن ديروها غير بكويس ديال الزنجلان ولا كويس ديال الكاوكاو فقط. يعني كاينه ديال اللوز، كاينه بزاف ديال الطرق، ولكن هذه راهي اقتصاديه. وتقدروا كما قلت ديروا غير كاس واحد، اما زنجلان اما كاوكاو اللي بغيتو صافي. وكنبدا نخلط فحال هكا، وكنضغط، كنحاول نمزج العناصر باش ما يبقاش كاوكاو مكبل ليا في شي بلاصه، ولا هذيك السنيده خصها تذوب مع ديك الزبده باش الخليط يكون متجانس وتجي الحلوه زوينه. راه مهم انكم تخدموا الحاجه وتعطيوها خاطرها. وغادي نبدا نضيف الدقيق اللي مغربل عندي هنا. غادي نقول لكم الدقيق بالتفصيل، بالتدقيق. تقريبا هزات لي 9 ديال الكيسان، ولكن انا زايده فيها بيضه. راه الا درتو هاد تقدروا ديروا هاد المقادير، يعني 4 الزبده و2 كيسان الزيت والسكر وهذا، وما ديروش بيضه. الا ما درتوش بيضه غادي تهز لكم تقريبا واحد 8 د الكيسان وربع،
بحال هكا. المهم ما بين 8 الكيسان وربع حتى 9 الكيسان، تقدر تهز حتى 9 الكيسان وربع، على حساب الا درتو بيضه كبيره ولا صغيره، على حساب الكاس اللي عبرتو به الزيت. المهم دقيق في حدود 900 غرام، 9 الكيسان، وانتوما عينكم ميزانكم. ديروا 8 الكيسان، والكاس التاسع ديروه بشوي بشوي. انا راني عارفه ليها القياس، غربلت تما 900 غرام هي هذيك درتها كامله، ولكن نتوما غادي تخليو الكاس الاخير وتبقاو تزيدوا بشويه بشويه وانتوما كتجمعوا. بالنسبه للعجينه راه كتجمع وكتبقى تفرتت، بحال دابا هنا راه باقا شي شويه جاريه، غادي نزيد لها واحد شويه ديال الفرص، كتبقى تفرتت. ها نتوما ضروري ما تغلفوا العجينه بواحد الميكا، وراه ما كتجمعش، ماشي تشوفوها هكا مفرتته وتزيدوا لها الزيت. هنا غتخسروها، ما تزيدوا لا زيت لا والو، غادي تبقى تفرتت. انا هنا كنعبر كندير 30 غرام في كل حبه باش كنجيبهم كاملين نفس العبار. نتوما الا يديكم كتعطيكم نفس العبار الله يسخر، نقصتوا عليكم الخدمه. ها نتوما في التكركيبه كتجي شي شويه قاصحه باش تكركب، فاش كتجي تكركبيها كتفرتت لك في يديك. هذاك هو يعني عفوا، هذاك هو السر ديال النجاح ديالها، هو انها كتبقى مفرتته. هانتي شو كانت كتجمعي بها بين يديك بجوج، غادي نوريك بحال هكا كنعبر بعدا كندير كما قلت 30. هذا القياس هذا الا عجبكم راه فيه 30 غرام في كل حبه. هانتي كنديها في هاد اليد ونشدها، نعاود نشدها في اليد الاخرى ونشدها حتى كتدفى بديك الحراره ديال اليدين، عاد كنكركبها باش ما تفرتتش. الا هزيتيها مباشره بقيتي كتكركبيها راه غتبقى تفرتت لك في يديك بحال كتفتلي السميده، راه ما غتجمعش لك. ولكن باش تجمع كتبداي تكمشيها عليها هكا بيديك، بحال كتسدي عليها الكف ديالك بحال هكا بحال هكا، كترميها في هاد اليد وتعاودي لها في هاد اليد حتى كتدفى، باش كتشد في راسها عاد كتبداي تكركبي هكا. وفاش كتكركبي كتضغطي بحال هكا صافي. والناس اللي عندهم ديك اللاطه ديالها راه كتجي حسن، كتعاونها باش تفكع. انا هنا ما عنديش صراحه، درت ندير غير لاطه عاديه وكتجي واعره وكتفكع. هانتوما غادي تشوفوا النتيجه في الاخر. هانتوما كديرها في هاد اليد، نعاود لها في هاد اليد، نعاود لها في هاد اليد حتى كنحس بها يعني بديك الحراره ديال اليدين دفات. هانتوما ها هي كتفرتت، شفتوا؟ كنعاود نجمعها هكا وعاد كنكركب. ضروري كما قلت العجينه كتكون كتفرتت، الا شفتوها كتفرتت ما تزيدوا لها لا يدام لا والو، راه هو هذاك القياس. راه كما قلت غالبا غتهز 9 الكاس ديال الفورص، وضروري تغطيوها بالميكا وانتم خدامين بحال هكا صافي. من بعد ما كنكملوا لاطا كامله ديالنا كنديروها في الفران، كنشعلوا عليها من الفوق، كنشعلوا عليها من الفوق وكنخليوها. نتوما كنبدا مستمره، وانا كندير اللاطه الاولى ونزيد الثانيه كنشعل عليها من الفوق وكنخليها حتى كتبدا تفكع تقريبا واحد ربع ساعه بحال هكاك. نار مهيله 150 180 حتى 200 درجه ما تفوتوهاش حتى كتفكع. عاد كنشعل عليها من التحت كتحمر وصافي. وخدموا الفرفاره الا عندكم، الا ما عندكمش صافي. هانتوما شوفوا العضه ديالها كي دايره، غادي نوريكم كيفاش كتجي. هانتوما كتفرتت ولكن شاده راسها، ماشي ديك اللي كتهزيها مازال ما هزيتيهاش كتفرتت عليك كامله. الصراحه الله انا شخصيا مع احترامي لجميع الاذواق، ولكن انا كتعجبني تكون شاده شويه في راسها. هانتوما هادي اللاطات الثانيين، شوفوا كتخدموا الفرفاره الا عندكم، ما عندكمش صافي. حتى الناس اللي عندهم فران ديال الغاز غديروها الفوق، غديروها الفوق تشعلوا عليها من الفوق نار مهيله حتى ديروها يعني لتحت وتشعلوا النار فوق منها. في المرحله الاولى النار كتكون فوق منها حتى كتفكع، عاد باش كديروا النار تحت منها باش طيب باش تنشف. يا ربي نكون فهمت لكم، سواء فران الضو ولا الغاز خاص النار تكون فوق منها. فاش ندخلوها نشعلوا النار فوق منها في البدايه حتى كتشقق واحد ربع ساعه بحال هكا، عاد كنشعلوا النار من التحت صافي. وهي شوفوا كيفاش مستفى من فرتتاش. هانتوما شوفوا اللاطه، انا تعمدت نخليها في هاد اللاطه كحله باش تشوفوا باللي ما مفرتته حتى حبه وحده، ما تفرتتات حتى حبه ما ضاعت. يعني ديك هذا غير داك الورق تيبقى لاصق في هاد الحبه غادي نحيدوه باش تعرفوا باللي ديك البهله اللي كتهزيها وكتفرتت يعني راه ما تصلح لك لا تخبعيها لا ديري لها والو. ولكن هذه تبارك الله وصلى على النبي كتجي رائعه. كنحماق عليها انا شخصيا وليت كنحماق عليها. كنتمنى تجربوها بهذه الطريقه وتردوا عليا الخبر.
واخا تكوني مبتدئه. وهذا الفقاص ديالي ديجا شاركته معكم وعاود شاركته معكم، غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو. تفرجتي حتى الاخر واستفدتي ما فيها باس الا ضغطتي لايك واشتركتي في القناه وفعلتي الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالي، وبارطاجي مع احبابك وصحابك باش القناه تستمر وتعطي اكثر واكثر. وشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.